السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي نعم كتير. عايزه اقول لكم على حاجه بس كده بسرعه الاول قبل ما ندخل في الفيديو. الكلام ده والله حصل يا جماعه. بصوا، كنت قاعده مع ماميز يعني منتظرين ولادنا، كانوا في الدرس وكده، وكنا بنتكلم في الموضوع. فالمهم راحوا بيقولوا لي انت صغيره، فانا ضحكت وقلت لهم طب تدوني كام سنه؟ فاللي قال اصغر من عمري ب7 سنين، واللي قال اصغر من عمري ب5 سنين. دي يعني هقول لكم النهارده على سر من الاسرار اللي انا بعملها لبشرتي. عمر ما حد اداني سني بالظبط ابدا. من ضمن الحاجات ديت او السر من الاسرار ديت اللي هو ماسكات. النهارده هقول لكم على ماسك انا بحب جدا اعمله، ماسك خطير هنعمله مع بعض. الوصفه دي سهله وبسيطه ومكوناتها في البيت زي ما انتم شايفين. البنجر او الشمندر زي ما الناس بيسموه او في بلاد بيقولوا عليه. احنا هنقسم البنجرايه. بصوا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، طبعا هتجيبي البنجرايه هتقشريها كويس، وبعدين هتقسميها نصين. احنا هنشتغل دلوقتي على النص الاولاني اللي هو هنعمله كده وصفه زي زيت هنحطوه على البشره ونستخدموه يوميا، وهقول لكم طريقه الاستخدام ازاي وبيتحفظ قد ايه. كل ده هقوله لكم دلوقتي. والتانيه النص البنجر التاني هنستخدموه كماسك. كل دوت هنعملوه مع بعض وهقول لكم. يلا بينا على طول هناخده اول نص هقول لكم هنعمله فيه. ودلوقتي اهو بعد ما بشرت معاكم النص الاول البنجر، فيه نسبه عاليه من الالياف اللي فيها فيتامين سي والاحماض الامينيه، بيزيل الخلايا الميته، بيساعد على نضاره وحيويه البشره، وكمان بيخلي البشره مشدوده، واهم حاجه انه بيساعد على مقاومه الشيخوخه، ودي اهم حاجه احنا عايزينها. الجزء الثاني اللي هو بصوا ايديا اتبهدلت، ما حدش يركز خالص مع ايدي، مش مشكله. الجزء الثاني بقى اللي هو انا هحتاج برضو جزرايه، هنغسلوها طبعا وهنقشروها. الجزر مليء بمضادات الاكسده، وكمان خاصه اللي هو البيتا كاروتين. البيتا كاروتين دوت بيقلل من ظهور الخطوط الدقيقه والتجاعيد اللي بتبقى موجوده في البشره، بيحمي البشره من الجفاف. هنبشروها برضو، وبعدين هنضربوهم الاتنين في الخلاط وهنعصرهم، وهنجيبوا العصير عشان هقول لكم اهم زيوت احنا هنحطوها عليها. ورجعت لكم دلوقتي بعد ما ضربتهم في الخلاط بقى. اي حاجه هاند بلندر، اي حاجه عندك اهو دوت الخليط. ده الخليط اللي هو بتاع البنجر والجزر. البنجر طبعا انتوا عارفين يعني مش مدي لون اورنج، لان جزريه مش هتعمل حاجه مع نص البنجر، بس اوكي. دلوقتي انا هاخد جزء منها، مش هاخده كله، لان انا بحب اعمل اول باول يعني. طبعا ايديا باظت وكل حاجه باظت. بصوا بقى، انت ما تاخديش كميه كبيره قوي من البنجر، علشان لما تيجي كمان تحطيه على بشرتك علشان ما يحمرش البشره. انا عايزاه بس مجرد ان هو يدي نضاره. انا خدت النص. بصوا بقى انا هحط عليه ايه. في زيت مهم جدا انا بحبه جدا اللي هو زيت الجزر. زيت الجزر اللي موجود عندك متاح تمام، مش متاح خلاص ممكن تكنسلي الخطوه ديت. بصوا انا بحط اهو، انا عايزاه بس يبقى باين. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يعني مثلا ما كملتش نص معلقه او نص قطاره. الزيت التاني اللي مهم جدا بقى معانا اللي هو زيت الزيتون. وزيت الزيتون هنا لازم يكون بكر، ويكون حاجه ممتازه، ويكون مكان موثوق فيه. انا بحب الزيوت بتاعت سحر الزيوت، بحبها جدا، جربت منها كذا زيت وكان عجبني قوي. زيت الزيتون بيرطب البشره وفيه فيتامين اي، وبيقلل من ظهور التجاعيد، وكمان عامل تقدم السن، وبيحفز انتاج الكولاجين. هاخد الخلطه ديت كده على بعض. انا هاخد قد ايه من زيت الزيتون؟ انا هاخد قطاره كامله. تمام. خلاص كده بقى اصبحت اول وصفه معانا جاهزه. طبعا انا هقلب الوصفه ديت كويس جدا عشان الزيتين اللي انا حطيتهم يندمجوا مع البنجر. هعمل لهم بقى حمام مائي، وبعدين هحطهم في علبه زي دي وهوريهم لكم في الاخر. اي علبه بقى موجوده عندك تكوني بس اهم حاجه غسلاها ومعقماها. طبعا انا هحط عليها رشه كحول عشان اعقمها اكتر، وبعدين لما اتاكد ان الكحول طار او نشف خالص هعبيه في الازاز. تقدري تحتفظي بالخليط دوت من شهر لشهرين في التلاجة. تمام. تقدري بقى هتحطيه منه على وشك
على او اي مكان في الجسم عامه، على بشره نظيفه، وتحطيه كل يوم بالليل، وفي خلال اسبوع هتلاقي سحر ونضاره في بشرتك. انت بتحطي نقطه واحده بس، يعني بتاخدي نقطه على الخد اليمين، نقطه على الخد الشمال، نقطه فوق، نقطه صغيره جدا كده بايدك، وبعدين بحركات دائريه كانك بتعملي مساج بيها لبشرتك. وهوريهم لكم دلوقتي وهو متعبي، وبعد ما اعمل له الحمام المائي. ما تنسيش خطوه الحمام المائي. وهقول لكم النص التاني من البنجرايه اللي احنا خدناها فاكرينها، بعد ما ضربتها في الخلاط وصفيتها هعمل بيها ايه. حبيت هنا اوريكم بس الحمام المائي اللي انا حاطاه فيه. اي حله عندك او اي حاجه تقدري تحطي فيها الميه السخنه دي، شغاله على نار وسط. حطيت فوطه كده من بتاعه المطبخ، وبعدين حطي فيها بقى الوصفه اللي احنا عملناها من 3 ل 4 دقايق. دلوقتي يا حلوين اهوت اصبح معانا اول زيت بتاع البنجر وزيت الزيتون بقى جاهز معانا. بصوا انا عايزه اوريه لكم عشان ممكن حد يقول لي طب ما ممكن اصلا يخلي البشره حمراء او كلام من ده. لا خالص. اهو هنشيله دي. بصوا انا هاخد نقطه منه صغيره جدا، ولو في قطاره يا ريت. بصوا اهو، شايفين؟ انا عايزه اوريكم بعد ما اعمله وهمسحه. شايفين اللي نزلت مني قد ايه؟ بصوا بعد ما مسحته. استنوا عشان في حته بس مش ممسوحه كويس. امسح ايدي بس عشان ايدي بتاعتي اتبهدلت. اهي بايدي اتمسحت. شايفينه؟ بيدي نضاره كده وحاجه حلوه جدا. دي اول وصفه معانا، وزي ما قلت لكم هتقدري تحتفظي بيها من شهر لشهرين في التلاجة لو انت عامله كميه كبيره. هي نقطه صغيره زي ما قلت لكم هتوزعيها على البشره كلها. الجزء التاني بقى هنعمله بيه ايه؟ ودلوقتي بقى انا خدت الجزء التاني من البنجر دوت بقى معلهوش جزر، تمام. وهاخد بقى اللي هو الجيلاتين اهو، شايفين شكله؟ اللي مش عارفه هاخد معلقه كده من الجيلاتين كبيره. انا خدت مثلا معلقتين اللي هو عشان بما يعادل معلقه كبيره، دول معلقتين صغيرين. وبعدين هقلب الوصفه دي او الخليط دوت كويس جدا، وهرفعه على نار هاديه جدا، اللي هو برضو في حمام مائي او نار وسط، لحد ما القوام بتاعه يبقى تخين شويه. وبعدين اما يبرد هجيبه اوريهولكم وهنعمل بيه ماسك ازاي. بصوا ده اهوت بقى شكله بعد ما اتعمل. ده القوام بتاعه، شايفينه تخين شويه. دلوقتي هحطه على ايدي. انتي طبعا بقى هتحطيه على بشرتك، عايزه تحطيه كمان على رقبتك، اي مكان في الجسم عايزه تحطيه تعملي بيه ماسك حطيه. وهوريكي بقى بعد ما ينشف. ما تستغربوش من لونه، عادي خالص، بالعكس بيدي نضاره وبيشد البشره بشكل حلو جدا. هوريهولكم بعد ما ينشف. وعلى فكره عايزه اقول لكم على حاجه، ان هو وظيفه الجيلاتين حاجه خطيره جدا، ان هو بيملي التجاعيد وبيرطب البشره وبيغذيها، وبيساعد كمان على انتاج الكولاجين، وبينعم الجلد وبيشد البشره زي ما قلت لكم، وبيخلصنا من الجلد الميت. قلت لكم دلوقتي بقى بعد ما نشف. بصوا هو هيطول يعني، ما تعملوش زيي انا حطيت طبقه مليانه كده محترمه تخينه، فاحنا مش عايزين الطبقه المليانه دي. بصوا بقى اهو، شايفينه بقى بيتشد ازاي اهو. شايفين مخلي البشره عامله ازاي؟ ما شاء الله، بجد بجد في فرق كبير جدا. حلو قوي، استخدموه اقل حاجه مره في الاسبوع، ممكن يا ريت لو مرتين. وما تنسوش بقى تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وما ننساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ودعوه حلوه من القلب، وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد. واستنوني في فيديو جديد.